ستوري تايم. ضربني وبكى، سبقني واشتكى. يعني الصراحة أنا مرة متفشلة من نفسي إنه ممكن أو أسمح لنفسي إني أنشر كذا مقطع، بس فلانة تعدت الخطوط حقتها. كان عندي صديقة، خلينا نسمي هذا الصديقة فلانة. فلانة جيت استقبلتها في بيتي شهر كامل محمولة مقفولة. والصراحة يعني متفشلة إني أقول لكم ذا الكلام، لأنه يعني لا من عاداتي ولا من تقاليدي إنه أنا أتكلم وأمن بهذا الشيء، بس هذه الإنسانة هي اللي خلتني الصراحة أوصل لهذه المرحلة. المهم الإنسانة هذه في يوم من الأيام حبت إنها تسوي ترند، إنها تلبس فستان زواج وتطلع فيه بث، بس إنه يعني هيك يعني بس إنه فستان. المهم سوت الترند حقها. أنا قاعدة في بيتنا قاعدة أبث، كنت وقتها فاتحة بث، كنت أحتفل بال5 مليون حقتي وجايبة باقة ورد لي أنا لل5 مليون حقتي. فلانة قاعدة تطلع وتقول إنه مامتي هي اللي قالت لها واقترحت لها فكرة الفستان. حابة أقول لك مين اللي اقترح فكرة الفستان؟ نفس اللي طلعك هو تبون، هو نفسه اللي اقترح فكرة الفستان. وقلتي تبي تلبسيني زيك فستان، بس أمي رفضت وقالت لا، هذا مو شيء يعني الصراحة ينعمل عليه ترند. المهم يا جماعة أنا كنت وقتها فاكة بث حالي حال نفسي وقاعدة أحتفل بال5 مليون.